اما بقى النقطه الثانيه وهي ان الاتحاد بيحاول على لسان الاستاذ ثروت سويلم يدبس النادي الاهلي في موضوع جديد، هو موضوع كاس مصر. طبعا كلنا عارفين ان السنه اللي فاتت كاس مصر النادي الاهلي اتسحب منه وما فيهوش حاجه اسمها اعتذار، هو انسحاب. انا بقول لك الاهلي انسحب، سيبك بقى من قصه اعتذر واصله ما استكملش، دي كلها حاجات، لا هو انسحاب. فلابد ان هو يطبق عليه غرامه قدرها 1,000,000 جنيه والاهلي بالفعل دفعها، ويجي برضو ان السنه اللي بعدها الاهلي ما يلعبش في البطوله. تمام، ده 100 فل 14، ده بيقول كده اللائحه والقانون بتاع الاتحاد. يجي الاستاذ ثروت سويلم امبارح مع الاستاذ ابراهيم فايق في برنامجه بيطلع بتصريح كده يقول لك ايه، احنا ممكن السنه الجايه او الاتحاد الجديد لما يجي يعدل القانون عشان خاطر الاهلي يلعب. ليه حتى ابراهيم فايق بيقول له طب هل تعديل القانون هيجي باثر رجعي؟ ليه يا كابتن ثروت؟ اصل يقول لك البطوله مش هيكون ليها قيمه. اهو ده اعتراف، مفيش مشكله. انت بقى مش عارف تسوق بطولتك بدون الاهلي فرايح تغير القانون عشان الاهلي، فعلى اداره النادي الاهلي ان هي ما ترضخش الموضوع ده وان هي تتمسك بتطبيق اللوائح حتى على الاهلي. ان انا ما العبش اولا ليه اعتبارات كتيره جدا، انت اصلا ما عندكش مكان لاي بطوله اضافيه، السنه دي مسحومه بشكل كبير جدا، وهو اللعيبه من اولها بتتصاب معاك، فيا عمي خف شويه وكفايه بطولات، مش هينفع نشترك في الكم الكبير ده كله. دي نقطه. اما بقى النقطه الثانيه وهي نقطه مستقبليه شويه، ان انت يا عزيزي النهارده كاداره الاهلي لو قبلت كده هيطلع يقول لك بص اهو الاتحاد بيغير القانون عشان الاهلي، اصل الاهلي هو المدلل، اصل الاهلي ابن الدوله، اصل هيفضل بقى في هري، وهتدي مساحه للكلام للناس اللي عاوزين يشمتوا فيك من هنا للصبح. فانت ما تقبلش عشان خاطر تسد الباب ده. النقطه الثانيه عشان خاطر لما يجي حد يعمل نفس الموقف ده يتطبق عليه برضو القانون. فانت هنا بترسخ مبدا من مبادئ اللي بيقام عليها اي مسابقه في الدنيا، اللي هي تطبيق اللوائح على كيفك مش على كيفك. ادام انا اللائحه دي عارفها من البدايه ووافقت عليها فلا بد ان هي تطبق. فعلى اداره النادي الاهلي ان هي ما ترضخش الموضوع ده علشان امور كبيره جدا، وهنا لازما كل جمهور الاهلي يساند الاداره ويزق الاداره ان هي ما تقبلش بتغيير اللائحه عشان خاطر ان انا اخش. وهنا اتكشف قوي اتحاد الكره ان هنا اي اتحاد سواء بقى الموجود او حتى القادم، ده المهندس ثروت سويلم او الاستاذ ثروت سويلم، انا ما اعرفش يعني وظيفه حضرته ايه او مقامه ايه يعني. فالاستاذ ثروت سويلم طالع بيعترف على الهوا ان البطوله اهم من اي اعتبارات تانية. ليه البطوله اهم من اي اعتبارات تانية؟ علشان خاطر وجود الاهلي بيدي تقل كبير جدا للبطوله. فعدم وجود الاهلي هتلاقي انسحاب كبير من الرعاة والاتحاد مش هيعرف يسوق للبطوله، ودي بطوله الاتحاد مش بطوله الرابطه اللي فيه كلام كتير عليها. هنفهم الموضوع ونبلوره كده هل هتستكمل ولا لا، لان في كلام كبير. وطلع الكابتن احمد شوبير طبعا بعد عودته لأون سبورت اف ام فطلع واتكلم في النقطه دي وقال لك ان الرابطه مش هتكمل وفي كلام عليها كده، فهنظبط الكلام عليها ونطلع نكلمكم عليها. ولكن خلينا اكلمك ان الاتحاد هنا عايز يدبس الاهلي، فعلى اداره النادي الاهلي ان هي ما توافقش لاعتبارات كتير احنا قلناها في الفيديو ده. انت بقى يا صديقي ايه رايك في الكلام ده كله؟ ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير للفيديو لو مش تابعنا. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.